في عالم الدراما الكورية الحب مش مجرد كلمة، ده سحر ممكن يغير كل حاجة، وزي ما ممكن يكون أجمل حلم ممكن برضه يتحول لأسوأ كابوس. أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج ريل دراما. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أفضل 4 مسلسلات رومانسية كورية. رقم 1 في قائمتنا What's Wrong with Secretary Kim. 김비서! ممكن اقول ان ده واحد من مسلسلاتي المفضله. الكيمياء الطاغيه بين البطلين مش طبيعيه، وسواء بارك سيو جون او بارك مين هو الاتنين كانوا في اعلى مستوياته، ويمكن ده كان واحد من اهم اسباب نجاح المسلسل عموما. وبالرغم ان قصه المسلسل ممكن تبان بسيطه شويه، الا ان العمق اللي في الشخصيات بيبتدي يبان مع الاحداث بالتدريج. في البدايه بنكون قدام مدير نرجسي مغرور لابعد الحدود، مش شايف حد في الدنيا قدامه، لحد ما بيتصدم بطلب سكرتيرته الخاصه انها تسيب الشغل بعد 9 سنين قضيتها معاه. وفي اثناء محاولاته إقناعها بتغيير قرارها بنغوص في رحلة طويلة بيتحول فيها البطل المغرور لشخص متفهم ومتعاون جدا. وكعادة مسلسلات كوريا دايما في رابط خفي بين البطلين ليه علاقة بماضيهم، ومن خلال رحلة دمها خفيف مليانة بالمفارقات والرومانسية بنبتدي نفك ألغاز الأزمة اللي بيعاني منها البطل لحد ما بنوصل للحقيقة. أكتر حاجة دمها خفيف في الموضوع بسبب الكيمياء الشديدة بين الاتنين هي الإشاعات اللي كانت بتقول إن هما مرتبطين فعلا في الحقيقة، واللي ممكن تتصدق جدا بسهولة. تاني مسلسل معانا في القائمة وهو نفس الممثلة بارك مين هون، وهو ماري ماي هازبند. 정수민 거기서! وعلى عكس المسلسل اللي فات، المسلسل ده مليان دراما اكتر، ويمكن ده بسبب شخصية البطلة اللي بتظهر في البداية كشخصية مظلومة ومقهورة ومريضة وبتعاني في اخر ايامها. التحول بيحصل لما بتكتشف خيانة اقرب اتنين ليها، جوزها وصاحبتها. في لحظة حياتها بتتحول، ومش بس كده، تنتهي كمان. عشان نروح لاول تويست في المسلسل، وهي الفرصة اللي البطلة تاخدها لما ترجع سنة لورا قبل وفاتها، فرصة عشان تصحح كل الاخطاء اللي ارتكبتها وعشان تنجو بحياتها. وفي خلال رحلتها لتغيير مسار حياتها بيتقاطع طريقها مع البطل اللي هو مديرها في الشغل. هو كمان حياته بتتغير في لحظة، وبنكتشف ان هو كمان رجع سنة لورا عشان يغير حياته. ماري ماي هازبند واحد من المسلسلات اللي مكتوبة بعناية شديدة. التحولات اللي في الاحداث والتغير اللي في الشخصيات كلها منطقية ومعمولة بخيط رفيع جدا ما بين المبالغة وما بين المصداقية. رقم 3 في قائمتنا DNA Lover. 야, 너 진짜 죽으면 안 죽어. 어떻게 내가 죽어? المسلسل ببساطة بيطرح سؤال جميل ولذيذ: هل الحب مجرد كيمياء ولا إحساس بنختاره؟ في DNA Lover البطلة بتدور على شريك حياتها بس بمعادلة جينية، ومن خلال مفارقات وإخفاقات بتوع البطلة فيها طول الوقت بتكتشف حاجة بسيطة: إن كل الناس بتكذب إلا حاجة واحدة، الجينات. عشان كده بترفض تصدق مشاعرها أو تنجرف ليها، وبس بتدور على شريك حياتها المتوافق معاها جينيا. بتلاقي نفسها فجأة في مثلث حب: واحد متوافق معاها جينيا بنسبة 99%، والتاني بيحبها بدون أي حسابات وعليها إنها تختار القلب ولا العقل. مسلسل لطيف جدا.